في مرة قط تخين كان عايش في قرية صغيرة. القط ده ما كانش بيحب يعمل حاجة خالص، ينام ياكل ينام تاني، يعني كسلان بمعنى الكلمة. في يوم من الأيام خرج السوق، شاف قط رفيع ماشي جنب العدة. قال له: إيه يا عم، أنت ليه كده رفيع قوي؟ لازم تاكل شوية وتتخن. القط الرفيع رد وقال: والله بحاول، بس مهما آكل مش بيتخن جسمي خالص. القط التخين فكر شوية وقال له: استنى عليا، أنا عندي فكرة. ومن ساعتها بقوا يروحوا السوق سوا كل يوم، القط التخين يشتري الأكل والقط الرفيع ياكل كله. وبعد كام أسبوع القط الرفيع بدأ جسمه يتغير شوية بشوية، بقى عنده شوية لحمة كده ومنظره بقى حلو. القط التخين كان فرحان، بس برضه حاسس بحاجة غريبة كده. قال لنفسه: إزاي يعني أنا اللي اشتريت الأكل وهو اللي اتخن؟ فقال له في يوم: بص يا صاحبي، إيه رأيك نتبادل الأماكن؟ أنا أبقى الرفيع وإنت تبقى التخين. وفعلا اتبادلوا. ومن اليوم ده القط التخين بقى رفيع والقط الرفيع بقى تخين، وعاشوا هما الاتنين مبسوطين وعلى بطنهم دايما شبعانين.